السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حالة عند دكتور سامي عبد الستار، أخصائي جراحة الشرخ الشرجي والبواسير المستقيم. كنت حابة بس أقول تجربتي مع دكتور سامي. بداية أنا كانت معرفتي بدكتور سامي قبل السوشيال ميديا، كانت عن طريق دكتور جراحة عامة وجراحة أورام عندنا في محافظة السويس. أول ما اتكلمت على إني محتاجة إن أنا أعمل عملية شرخ شرجي وبواسير، رجح لي أول اسم كتبه لي دكتور سامي، مركز أو عيادة ريليف كلينيك، وقال لي إن ده أكتر يعني اسم أنا أثق فيه، ورجح لي بعديه حاجات تانية. طبعا أنا أخدت منه الأسماء ودخلت بحثت هنا وهنا وهنا، واتصلت بالأماكن كلها، ولكن كان أكتر ناس سهلة في الوصول ليها وعندها اتصال بشكل مظبوط. مفيش لا طبعا هحول لحضرتك لكذا وهنعمل حضرتك كذا. كان طبعا عيادة ريليف كلينيك، أستاذة مسؤولة عن العيادة أستاذة إكرام كانت على اتصال على طول، وحددت لي ميعاد بشكل سريع، لأن كنت أنا حالتي كانت تعبانة. رحت للدكتور، الدكتور بص على الحالة وعمل لي كشف بالأجهزة وكشف يدوي، وحدد بالظبط إن أنا محتاجة إيه ومحتاجة العملية إزاي. أخدني علاج لمدة أسبوع، وبعدين بفضل الله رحت عملت العملية. طبعا العملية هي ما بتبقاش عملية صغيرة، ولكن بيفرق جدا لما يكون الطبيب اللي حضرتك عامل عنده العملية هو مش فارق معاه ان هو عمل العملية، على قد ما يكون فارق معاه يعني ايه ان العملية تنجح لغاية النهاية. فمن أول يوم من تاني يوم الدكتور يعني على التليفون على طول متاح، والواتساب يعني أي رسالة تبعتها له في أي وقت، سواء عايز تسأل على دواء أو في ألم طرأ مثلا في فترة الاستشفاء أو كده، ما بياخدش أكتر من 10 دقايق ويرد على الاتصال أو على المكالمة. فبجد ده كان بيريح العميل جدا، بيريحني انا طبعا بشكل شخصي، لان اي حاجه بتطرق على دماغي او اي حاجه بتسبب لي ضغط الالم بيبقى في ثواني عندي رد ليها. العملية ما شاء الله كانت كويسة جدا. يعني أنا دلوقتي هو بقالي شهر. آخر مرة كنت عند الدكتور كان امبارح، قال لي إن إحنا وصلنا لنسبة شفاء بنسبة 85%. هو عنده مصداقية جدا يا جماعة، يعني ما فيش حاجة اسمها كده لا 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 تمام إحنا بقينا تمام وكويسين جدا، مش لا لا خالص. هو بيمشي ستيب باي ستيب، وبيقول لك أنت فين بالظبط من مرحلة الاستشفاء ومحتاجة ايه عشان تكملي مرحلة الاستشفاء ديت. ما عندوش اي استعجال خالص، انسان بصراحة يعني نفسه طويل جدا، وعنده استعداد يسمع قوي، وعنده استعداد يفهم اللي قدامه جدا. بمعنى أصح يعني هو طبيب إنسان أو إنسان طبيب، يعني هو إنسان قبل ما يكون طبيب. أنا بسجل تجربتي عشان لو هتفيد حد، فأنا بصراحة بشكر الناس دي جدا، بشكر دكتور سامي جدا. من الناس اللي أنا مبسوطة إن أنا اتعاملت معاهم، من الدكاترة اللي مبسوطة جدا إن أنا عملت العملية عنده. وطبعا طبعا لو أي حد كان حالته زي حالتي، فأنا أكيد هرشح له دكتور سامي، وهرشح له المعاملة مع عيادة ريليف كلينيك. أي حاجة كنا محتاجينها خلال فترة العملية، أي أوراق أي إجراءات، الناس ما فيش أي تقصير. فبصراحة يعني هما ونعم الناس، دكتور شاطر جدا، إنسان بمعنى الكلمة، ودي طبعا أهم بالنسبة لي أنا، إنسانيته قبل إن هو طبيب. فبشكر العيادة وبشكر الناس القائمين في العيادة، وبشكر الدكتور جدا وبتمنى له الخير، وجزاك الله كل خير يا دكتور.